واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. جيت البنات نشارك معكم حليوات ديال العيد كيجيو فنين الصراحه. لا شكلا ولا مذاقا. هنا البنات غندير معكم فقاس، راكم عارفين البنات الفقاس. هنا درت انا غير نص المقادير، ما درتش 6 البيضات، درت غير 3 البيضات. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا المقادير يضاعفوها. انا درت هنا 3 البيضات، ودرت كاس ديال السنيده، ودرت كاس تاع الزيت. وكما كتشوفوا البنات هنا غنبدا ندير في درت السنيده هي الاولى، ودرت واحد شويه ديال الكوك وشويه ديال التمر معجون تيعطي المذاق واعر للفقاس، وشويه ديال الملحه. ودرت مع داك البيض 3 البيضات، درت معاهم كاس ديال السنيده وطربته مزيان. وعاد زدت الزيت البنات، بقيت كنزيد بشويه بشويه بشويه. عندنا كاس تاع الزيت. هنايا البنات راني درت كاس تاع نص كاس تاع جنجلان، ودرت ربع كاس تاع اللوز. داك اللوز البنات راني غير غليت الماء ولحتو فيه، ما قشرتو ما والو باش ما يتهرش ليا. وتمايا درت شويه ديال الخماره ديال الحلوه، يعني راس معلقه ديال الخماره ديال الحلوه. بقيت كنجمع البنات في الفارينه بشويه بشويه على حسب الماء، على حسب القياس، على حسب زعما اش بغيت نقول لكم، على حسب البيض. قد ما كان البيض الكبير قد ما كان كيهز لينا دقيق بزاف. وضروري البنات قريصه ديال الملح، راني قلت لكم في الاول. ان البنات صافي من بعد ما عجنتها كندهن واحد شويه ديال الزيت، ندهن به شويه هذيك يلا هذيك غندهن به القصريه، ونديوه نجيب العجينه باش تجينا رطبه وتجينا مزيانه، وتبقاش تلصق لينا في ايدينا ونعرفوا كيفاش نخدموها. هنا البنات انا خرج ليا 3 الكرات، كون درنا 6 البيضات كانوا يخرجوا لنا 6 الكرات. يعني انا درت البنات الفقاس نص القياس، ما درتش القياس كامل. هنايا غادا نشدهم، غادي راكم عارفين البنات خلاص كلشي كيعرف كيفاش يحرب الفقاس. يعني تحرب له مغليظ مرقيق وتقادو من جنيبات باش يعطينا الشكل ديالو، يجي زوين حتى في التقطاع. قد ما صوبنا دوك الحرابي مزيان قد ما غيعطونا قياسات ديال التقطاع، يعطينا زوين. صافي البنات هنايا شديت هذيك اللاطه البنات، ضروري نديروا هذاك الورق ديال الزبده نفرشوه باش راكم عارفين باش ما تلصقش لينا البيض. داكشي ما غادا ندهنوا به الفقاس ديالنا باش يجينا مزيان ويبقى محافظ على الحجم ديالو. هنا البنات كما قلت لكم هما 3 الحرابي اللي خرجوا ليا، غنقادهم مزيان فوق اللاطه، نقاد لهم الحجم ديالهم. وغنشد بنات داك الكوردون وغنثقبهم كاملين من الكوردون. علاش بنات هاد العمليه درتها؟ باش الفقاس ديالي ما يتفرقعش ليا، واخا ما قويتش الخميره، باش الفقاس ما يتفرقعش وما يتهرش ليا في التقطاع. هنا درت بنات غير اصفر بيضه، ودرت معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وشي معلقه صغيره ديال الحليب كيجي واعر، كيعطي داك اللون الاحمر، وكيعطينا حتى داك اللون ديال القهوه سريعه الذوبان. نتوما البنات غادي تشوفوا كيفاش كيعطي واحد اللون زوين، وملي كيطيب خلاص راه كيجي محمر ومذهب بالحليب. هنا البنات غنشدو في فرشيطه. انا تعمدت البنات نخشي ديك الفرشيطه، يعني غير باش نسردها باش تمشي وتجي معايا، باش الفقاس ديالنا كيفاش كنقول باش ما يتشنتش، يعني باش العجينه ما تتبعنيش من نبدا غاديه بها. صافي البنات كان هذا هو الفقاس ديالنا كما كتشوفوا. نحاولوا البنات نديروا اشرطه عاديه بنات عشوائيه، ديك الاشرطه نديوها ونجيبوها غير باش تعطينا واحد الديكور زوين، واحد ديكور زوين وصافي مني يطيب. ما ديوش عليا بنات راني دايخه كنمونطي لكم دابا البنات. انا صوبته البارح في الليل واليوم يعني صوبت الحلوه البارح في الليل، واليوم عاد قديتها درتها في البواطات، وعاد صورت لكم البنات، وعاد قديت لكم مونتاج، وعاد غادي نلوح لكم فيديو. شوفوا البنات كما قلت لكم، شوفوا هنا باقي البنات كاع ما دخل يطيب. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي، وديك الاشريطه اللي درنا شوفوا كيفاش كتبان ملي درنا لها. شوفوا البنات هنايا راني دخلت وطاب البنات. النار تكون مهيله البنات، وتخشيو وهو الفران بارد، ما تخشيوش هو سخون باش ما يتفرقعش ليكم. صافي هنا البنات راني كما قلت لكم ملي خرجتو درت ليه هذيك، ضروري نغطوه البنات ونخليوه تيبرد. انا خليته شي 2 سوايع ولا 3 هذا اللي كنقطع فيه. شوفوا البنات تقطيعاتهم، كاين اللي كيبغيه رقيق كاين اللي كيبغيه غليظ على حسب. هي لا قطعتو رقيق بزاف غادي يتهرس ليكم، لا قطعتو غليظ غيجيك غليظ بزاف ثاني خاصو يجي بين وبين. شوفوا البنات هذاك اللون اللي قلت لكم كنت هضره لكم على الحليب ونيسكافي، شوفوا كيعطيوه البنات لون صراحه حاجه رائع. والتضييع ما كاينش البنات والله الا جات، يعني ما كاينش. راكم كتشوفوا البنات خليت لكم هذاك صورت لكم يعني لقطه بلقطه، التضييع ما كاينش وما تهرش ليا وما تفرقعش لي.
هنا البنات غندوزو الحلوى الثانيه اللي كتجي جد 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 رائعه، وهذه بنات راها قديمه من بكري كنا كنديروها، ودابا عاوتاني جيت انا نديرها هنا. هنا بنات عندنا 5 البيضات مسلوقين ضروري، وعندنا كاس ديال السنيده، وعندنا خماره ديال الحلوى وفانيليا، وعندنا مانغالينا الزبده وصافي، والفرينه على حسب الذوق، وعلى ماشي على حسب الذوق، على حسب الخليط. عفوا البنات غنشدو البنات غنخدموا غير بالصفر، غنحيدوا البيض. كما كتشوفوا البنات هذيك رابعه ديال الزبده درتها كامله، وداك كاس ديال السنيده، وهذوك البيضات المسلوقين، وغنزيد فانيليا ضروري بنات نديروا فانيليا مع البيض. ملي كيتسلق كيعطي واحد الزفوريه خلاص كثار ملي كيكون خضر، ضروري نديروا ديك فانيليا. اي نكهه بغيتو نتوما ديروا، نكهه حامض، نكهه الليمون، قشور الحامض، قشور الليمون اللي بغيتو نتوما بنات، كيبقى على حسب اختيار ديالكم. ما فيها لا زيت لا والو بنات، فيها غير الزبده وكاس ديال السنيده كما كتشوفوا، وفيها نص كاس ديال المزهر انا ثاني غادي نديرو. لما كنتش بنات ذكرتو في المقادير، ولكن راني غادي نديرو دابا واحد نص كاس ديال ديال المزهر. لا عفوا بنات ما فيهاش كاس ديال المزهر، هذه الاخرى عفوا والله الا بنات تتلفت، الاخرى اللي فيها كاس ديال المزهر. هادو هما المقادير اللي درت معاكم صافي. ما فيهاش القوام بزاف، وكتجي زوينه، كتجي صراحه داك البيض المسلوق كيعطيها واحد ما نعاودش لكم. وكما شفتوا البنات غنبقاو نديرو في الفرينه بشويه بشويه تتجمع لينا، وراه فيها خماره ديال الحلوى. خماره ديال الحلوى بالنسبه للبنات اللي في المغرب يديروا 2 خمارات ديال الحلوى د 7 غرام 7 غرام، هنايا خلاص راه غيديروا وحده د 16 غرام. وضروري من المليحه البنات. هنا صافي كورتهم عاديين، نكورهم نحاول يكونوا متوسطين، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، باش حيت البنات غادا تنفخ لينا في الفران وغيجينا الحجم ديالها كبير، يعني خاصها تجينا الحلوى متوسطه كما كتشوفوا هنا. صافي البنات دابا غندوز الحلوى الثالثه اللي فيها نص كاس ديال المزهر. هنا البنات فيها مانغالينا كامله رابعه، وفيها نص كاس ديال المزهر كما كتشوفوا، وفيها كاس تاع الزيت، وفيها كاس ديال الكوك، وفيها كاس ديال السنيده، وفيها خماره ديال الحلوى كما قلت لكم 16 غرام صحاب المغرب، و 16 غرام يعني هنايا حنايا صحاب الطاليان، وفي المغرب راه غيستعملوا جوجات 7 7 ولا يستعملوا وحده 16 غرام. وعندنا الفرينه على حسب الذوق، وضروري بالقريصه ديال الملح. انا كنقول لكم بنات الحلوى ضروري قريصه ديال الملح. انا البنات راه بديت بالزبده هي الاولى، وخدمتها مع السنيده مزيان 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 حتى ولات على شكل كريمه، وعاد بديت كنزيد البنات في الزيت بشويه بشويه كندخلوا فيها، وزدت الكوك كما كتشوفوا. ودابا كنزيد هذيك زدت الخماره ديال الفرينه، وكنبدا نزيد في الخماره ديال الحلوى درتها كامله صافي، وغنبدا نجمع. والله يا البنات ما تصدقوني راهم حلوى ديال الدواز اتاي خطيرين وكيجيو زوينين، ولا في المذاق ولا في الشكل، ورخاصين. ونزيدكم بنات اقتصاديين بزاف، يعني غير نوضي ديريها وما غتسمح لك حتى في الكوزينه، ما غتشدش لك الوقت بزاف. شوفوا بنات انا درت 3 في نهار واحد، ما نكذبش عليكم. بديت مع التسعود ساليتهم مع ديك الوحده ما بين التطياب وهذا وكل شيء، يعني ما نعاودش لكم بنات، يعني كي دغيا ما غاداش تقولي لا ميمتي ما نقدرش نديرهم وهذا ولا عيانو. الصراحه زوينين وساهلين وفي متناول جميع الناس يقدروا يديروها، ما غاليينش بزاف. وراكم عارفين البنات مع كلشي دابا غلا الحمد لله اللهم لك الحمد، ولكن هادو البنات غيجيكم اقتصاديين. صافي البنات كنحضروا منهم كرات صغار، تشوفوا هاد الكرات صغار غنحضروا منهم حرابي. نتوما شوفوا بنات معايا ما نحركش لكم مراحل كامله. شوفوا هنايا البنات شديناه درناه حلبل، ضروري داك الحلبل وبسطناه واحد شويه، وغنديروا كاوكاو كاستي، يعني كاوكاو مهرمش. هاد الكاوكاو البنات انا جبتو من اللي داير داك اللي كيكون متجفس السخ وهذا مالح، شديتو البنات غير قطعتو غير بالقراده ديال المعدنوس داك الربيع اللي كنقردو به، ودرتو في الفران تحمر ليا شويه صافي وجا زوين. ما احسن البنات ما طحنوش غيولي لكم على شكل بودره بزاف. اللهم هاد الطريقه كيجي زوين، كيجي بحال اللي كيتباع. هنايا البنات ومع اللي بغيتو. انا بنات غنديرها هكا، غنديرها على 2 اشكال، غندير على شكل هلال وغندير على شكل مستطيل. هي في الصراحه حنا كنا شحال هادي كنا كنديروها على شكل مستطيل، ولكن جاتني الفكره انا قلت غادي نديرها هلال نشوفها كيفاش غتجي على شكل هلال. بالحق ثاني جات زوينه، حتى في شكل هلال عطات منظر زوين وجات مزيانه. البنات هي الصراحه هي مع فيها الزبده كتمحن شويه، وسيرتو الكوزينه الا كانت سخونه. وانا مع كنت الزبده ما كنتش دايرها في الثلاجه، يعني كي خديتهم كي خليتهم في الكوزينه شديت البنات العجينه درت واحد شويه في الفريق واحد 10 دقائق، بحال شدت ليا راسها وعاونتني في الخدمه، من حيث انها ما بقاتش لينه بزاف.
صافي هنا البنات كما كتشوفوا غادي نبقى نكمل على نفس الطريقه كما بديت. كما قلت لكم غنشد هذاك الحربل نحاولوا نقادوه البنات على شكل مستطيل كما كتشوفوا في الفيديو. صافي نقادوا ليها الجنيبات وهذا ونحطوها في قلاطه. شوفوا البنات دابا عاد درت لنا الشكل الثاني حتى هو درت على شكل مستطيل. نقادو من جنيبات ونحاولوا نقطعوا صغير البنات. راه غتجي غتنفخ لينا في الفراره فيها الخميره وغتزيد تكبر لينا. اللهم نحاولوا نعرفوا القياس والحجم ديال الحلوى قبل ما ندخلوها الفران. شوفوا البنات راني وريتكم يعني كيفاش جاو الشكيلات ديالهم. صافي هنا البنات غنكمل ثاني بنفس الطريقه ندير الكاوكاو. نحاولوا البنات هذاك الكاوكاو نثبتوا على العجينه نبركوا عليه بايدينا بحال نقرصوه باش يثبت لينا على العجينه ويجينا مزيان. صافي هنايا البنات كما قلت لكم غادي نقادوها على شكل مستطيل على شكل حربل ونقادوها من الجنيبات ونسطحوها من الفوق. حاولوا البنات اللي بغات تسطح حتى بالموس ولا بداك سباتيل ولا اللي بغات يعني تقادها باش يجي سطح واحد. صافي تقطعوا. شوفوا البنات انا كنقادهم يعني واخا كنقطع هذا. شوفوا البنات انا من بعد ما طابت ضروري نمرمدوها في سكر كلاصي. هنا يا بنات شديت انا سكر كلاصي غربلته باش ما يبقاوش في دوك الكرات ودرتهم فيه. هنا البنات غادي ندوزو للتزيين الحلوى اللي قلت لكم هذه ديال البيض مسلوق. هنا البنات ذوبت الشوكولاط عادي البنات. الشوكولاط بحال كلشي كيعرف يذوبو. وشديت هذاك الكاوكاو هذاك كاسي اللي كان شاط ليا من الحلوى غنشدو غنديرو في الشوكولاط. غادي ندير انا ثلاثه الاشكال ديال التزيين. وحده غنديرها في الشوكولاط بلا كاوكاو كاسي وغنمرمدها في الكوك. وهذه الشوكولاط غنخلط معاه كاوكاو مهرمش. راك فهمتوا البنات يعني اللي بغيتو نتوما اللي بغيتو تاخذوها هذه بغيتو ديروا بحالي ديروا بغيتو ديروها كلها في الكوك ديروها ماشي مشكل. هنا البنات هذا الكوك كان شايط ليا انا كنحيد فيه كان شويه ديال الشوكولاط كنحيد فيه نقيته. صافي البنات وغادي نخدم به عادي. هنا البنات كان عندي كوك ابيض وكوك صفر. والله الا البنات كوك منيدم وكوك ناشف ما عرفتش. واحد خديته من اوروسبين وواحد خايده وقيله من امدي. داك اللي دا الاوروسبين زوين يعني كيعطي واحد اللون صفار ومنيدم زوين. الاخر ناشف ديال ام دي ناشف. هنا البنات هذا هو الشكل اللي قلت لكم اللي بغات ديروا. انا البنات عاد زدت الكاوكاو وحطيت لي الشوكولاط عاوتاني يذوب باش نخليه يعني عادي ما فيه لا كاوكاو كنكاسي لا والو. شفتوا راني كنحرك فيه البنات في الجهه الاخرى. صافي البنات هنايا غنغطسوا كامل الحلوى ديالنا غنغطسوها في الشوكولاط ونحطوها تسكطر. ضروري البنات نديروا ليها الطريقه اللي ما عندهاش التشبيكه تحط البنات غير فوق هذاك الورق ديال الزبده حتى هو راه مزيان تخلوها تنشف وتحيدوها باش ما توسخش لكم الدنيا. صافي هنا البنات غتبقى تسقطر على خاطرها. نخليها انا نديرها فيها التشبيكه ومن بعد البنات غندخل الفريغو غير تشد راسها غير يشد الشوكولاط راسو. صافي ونحيدها. هاي البنات خليت لكم جميع المراحل باش تشوفوا. هذاك البنات على فكره داك هو الشوكولاط اللي استعملت جبتو من الليدر راه هو كيبان لكم في الغوز. والبنات كيجي هنايا تاني واحد دوك الحد الحبيبات كيتباعوا في اليد النيت زوقت بهم الفوق على حسب اللي بغات ديروا اللي مبغاش ديروا ما ديروا. لكن البنات ملي درتو الصراحه جا عطا واعر يعني مع الحلوى كحله وداك وهما هي في داك اللون الصفر جاو زوينين صراحه. جاو عطان منظر رائع. ياك البنات متفقين معايا ولا لا؟ شوفوا البنات كي جاتكم الحلوى يعني كون ما درتش لها ديك الاضافه وخليتها كيفاش كانت غتجي وملي درت لها هذيك الاضافه ديال هذوك الحبيبات اللي كيتباعوا في اليد شوفوا كي جات. ما كرهش البنات تعطوني رايكم تخليهم لي في التعاليق كي جاتكم الحلوى. صافي البنات خلاص راه التزيين كيبقى على كل وحده وكيفاش كتفني كل وحده وكتبغي كيفاش تزين. هنا يا بنات انا قسمت الكميه صراحه لاحت لي الحلوى لاحت لي جلاطات راه صافي السوبيره لاحت. حتى الحلوى الاخرى حتى هي تاع سكر كلاصي حتى هي لاحت. هذوك على شكل مستطيل. شوفوا البنات وريت لكم كيفاش جات واخا الفيديو مزرب. هنايا البنات مشيت للشوكولاط العادي يعني اللي ما فيش كاوكاو كونكاسي. صافي درت ليه درت ليها الكوك عادي ما فيه حتى شي نسمه. صافي وكنحط في الجهه الاخرى. ها هي بنات وريتكم فين كنحط. بالنسبه لبنات الشوكولاط اللي غيقولوا يا بنات الشوكولاط كناخذوه وما كيجيناش سائل وكيجينا ناشف راه الصراحه كاين في اليدل يعني حتى انا كتوقع لي هذه البنات غير نتوما كذوبي فيه تبقاي تزيدوا بالزيت بشويه وانتوما كتحركوا نتوما الزيت شويه وانتوما كتحركوا حتى غيولي سائل وغيرجع لكم
بحال هكا بحال هاد القوام اللي كتشوفوا فيه، كاع ما تخافوا منه ولا تلوحوا ولا تقولوا لا راه خسر ولا هذا. ها هي البنات النتيجه ديال الحلوى. شوفوا البنات هذه خلطت كاوكاو كونكاسي ودوك الحبيبات اللي خدينا من الليدر هما كما كتشوفوا بهم، وتا هما رشيتهم فوق الحلوى. شوفوا تا هما البنات تا هما عطاهم نيضر زوين صراحه. كما قلت لكم يعني التزيين كيبقى على كل وحده وشنو بغات دير. حتى هاد الطريقه البنات جاو زوينين جاو فنين. هنا البنات كنوريكم الاشكال اللي حصلت عليها الصراحه. شوفوا الفقاس كيفاش جا، شوفوا اللويه اللي عطا صراحه. عندي حتى الفران شويه ما معاونيش في الطياب وهذا، ولكن حمرته على قد انا كنبغي بحال هكا. كنبغيش الصفر بزاف، كنبغي يعني يكون محمر ومقرمل. هنايا هي الحلوى البنات كما كتشوفوا ديال السكر كلاصي، كيقولوا لها حلوى السكر كلاصي. شوفوها كيف دايره، قطعتها على شكل مستطيل على شكل هلال كيفاش جات. وهذه هي الحلوى ديالنا ديال البيض المسلوق، هي تيقولوا لها حلوى البيض المسلوق. درتها على هذا الشكل في الكوك. في النوع الاول درته في الكوك، وهذا النوع تا هو زوين البنات اللي قلت لكم. هذاك الكوكا وكون كاسي وخلطته مع هذيك مع دوك الحبيبات اللي كيتباعوا ديال الديكوراسيون ديال الشكلاط. وهذه خلاص هذه حتى هي اللي قلت لكم البنات. راكم شفتوني كيف شدينا الشوكولاط ذوبناه ودرنا معاه كاوكاو كونكاسي وزوقنا في الاخر في دوك الحبيبات. صراحه جا شكل واعر وشكل راقي وزوين، والحليوات رخاص في متناول الجميع، يعني الجميع يقدر يديرها. وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد وبالصحه والراحه. بسلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله.